عايزك قبل ما نبدأ الفيلم المرعب ده تجهز لي مشروبك المفضل وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات. ويلا بينا نبدأ الفيلم. بيبدأ فيلمنا سنة 1838 في ألمانيا، وفي بداية الفيلم بنشوف إيلين واقفة بتتكلم مع كائن بعد ما حررته من الظلام الأبدي اللي كان عايش فيه، وبتقسم له إنها تفضل معاه للأبد. بعد كده بيخنقها وإيلين بتتشنج وبتصحى من كابوسها. بعد الأحداث دي بقى بنشوف إيلين متجوزة وبتبقى لسه عروسة جديدة، وجوزها بيبقى اسمه توماس بيبقى رايح لشغله، لكن إيلين بتبقى عايزاه يفضل قاعد معاها وبيقول لها بكره لما يبقى معانا فلوس كتير هفضل قاعد جنبك ومش هسيبك، كل الكوابيس اللي بتجيلك دي هتروح. بعد كده توماس بيروح لشغله، بيبقى خلاص فاضله حاجات بسيطه ويترقى، ولما بيوصل بيبقى متاخر على شغله، لكن صاحب الشغل اللي اسمه نوك ما بيهتمش وبيقول له ان تاخيرك دوت تدبير من ربنا، وبيقول له ان هكلفك بمهمه وبعد ما هترجع منها هرقيك، واني عارف يعني ان كل عريس جديد محتاج لي فلوس اكتر. وبيقول له انك هتروح لمدينه بوهيميا وهناك هتقابل كونت غني جدا، وان الكونت دوت عايز يشتري بيت هنا في المدينه، والبيت اللي عايز يشتريه هو قصر برونفيلد. توماس بقى بيستغرب جدا وبيقول له ان ده خرابه مش قصر، لكن نوب بيقول له انه غني جدا ومش فارق معاه وهيدفع فلوس كتير قوي، وتوماس بيوافق علشان يعني شايف انه هيترقى وهياخد مبلغ كويس بعد ما الصفقه دي تتم. وبيرجع لمراته وبيبقى جايب لها ورد وبيقول لها على سفريته، لكن مراته بتتعصب جدا ومش بتبقى عايزاه يسيبها ويسافر، وبتبقى خايفه من الكوابيس اللي بتجيلها، وتوماس بيطمنها وانه يعني محتاج للسفريه دي. بعد كده بقى بيروح يقعدوا مع صاحب توماس فريدريك ومراته انا علشان يعني توماس يودعهم ويوصيه على مراته، وبنعرف ان فريدريك وانا صحاب توماس ويلين جدا واكتر من اخوات. المهم بقى تاني يوم توماس بيركب حصانه وبيودعه وبيسافر. بعد فترة طويلة بقى بيوصل للمدينة اللي فيها الكونت، بيروح لفندق علشان يبات فيه، لكن بيلاحظ ان اهل المدينة كلها عمال تضحك وتتريق عليه، وبيعرف ان اهل المدينة دي ما بتحترمش اي حد غريب بيجي فيها. حتى صاحب الفندق ما كانش عايز يحجز له الأوضة، لكن توماس عرض عليه ضعف المبلغ في قصاد انه هيبات ليلة واحدة بس. ولما دخل الفندق قعد يسأل الناس على القصر، لكن كلهم بيحذروه وبيقولوا له يرجع لبلده احسن، وان الشخص اللي في القصر دوت مؤذي جدا، لكن توماس ما بيهتمش بالكلام ده. ولما بيطلع للغرفه اللي هيقعد فيها، الست اللي كانت بتوصله للغرفه قعدت تقول له يا ابني يا حبيبي رجع لبلدك، وقعدت تحذره، لكن توماس ما اهتمش للكلام. بالليل بقى توماس شاف اهل المدينه بيعملوا طقوس غريبه، وراحوا عند قبر واحد وبيخرجوه من قبره وبيضربوه بالسلاح اللي معاهم. تاني يوم الصبح بقى خرج توماس من الفندق علشان يكمل طريقه للقصر، لكن ما بيلاقيش حصانه وما بيلاقيش بني ادم في المدينه كانهم اتبخروا، فبيكمل طريقه مشي. وهو في الطريق بقى بيشوف عربيه بحصان جايه عليه بسرعه وبتبقى خلاص هتخبطه، لكن العربيه دي بتقف جنبه وبابا بيتفتح وتقول له تعالى حبيبي اركب، وبيركب توماس العربيه وتوصله للقصر. ولما بيوصل للقصر بيلاقي باب القصر بيتفتح لوحده، وبيقابل الكونت وبيقول له انك اتاخرت وان كل الخدم مشيوا، وبيبقى صوته مرعب جدا، وتوماس بيبقى قاعد معاه وبيبقى خايف جدا بعد ما شاف تمثال بيتحرك وبيبص له. توماس بقى بيطلب منه انهم يمضوا العقد. فعلا الراجل دوت وتوماس بيمضوا على العقد، والكونت هنا بقى بيقول لتوماس بات الليله دي عشان الوقت اتاخر، وفعلا توماس بيوافق مع انه مرعوب جدا بس مفيش في ايده اي حاجه يعملها. ولما نام توماس صحى من عز نومه ولقى حاجه غريبه جدا حصلت له، بيبص على جسمه لقى نفسه معضوض، والعضه دي يا صديقي بتبقى منزله دم، فبيحس بحاجه غريبه وبيقرر انه يمشي من المكان، فبينزل بسرعه بيروح يفتح الباب لكنه مقفول، فراح لباب تاني ولما دخل فيه لقى الراجل دوت نايم في تابوت. توماس استغل بانه نايم وبيقرر انه يقتله، ولسه هينزل عليه بالفاس اللي معاه بيصحى بسرعه وبيمسك من ايده الفاس، وتوماس بيطلع يجري وبيقفل الباب وراه، لكن الراجل دوت قرا عليه تعويذه وسيطر عليه. بعد كده بقى قعد يشرب من دمه. على الجانب التاني بقى يا صديقي بنشوف مراته وهي مع انا وجوزها، وبتترجاه هنا انه يدور عليه، وبتقول له ان توماس اتفق معايا ان كل يوم يبعت لي جوابات، ولغايه دلوقتي ما بعتليش ولا جواب، واني قلقانه وخايفه عليه جدا. لكن فريدريك بيقول لها ان مفيش اخبار عنه، لكن ما تقلقيش توماس شجاع وانا واثق انه بخير، لكنها بتبقى قلقانه ومن كتر خوفها عليه وقعت على الارض وجالها نوبه صرع تانية. وفريدريك بقى جاب لها دكتور يكشف عليها لانها بقت كل يوم يجيلها الصرع ده، تقعد تخرف بالكلام وتقعد تقول انه جاي وانه هينهي العالم وان النوبات دي كانت بتجيلها زمان، فالدكتور بيديها مهدئات. بعد كده بقى بنروح للسيد نوك، فاكرينه صح اللي سبب كل البلاوي دي؟ بنشوفه بقى وهو مستشفى الامراض العقليه عشان شافوه بياكل حيوانات، ايوه بياكلها وهي حيه بجلدها ولحمها، والدكتور هنا بيقول له انت عملت كده ليه؟ فبيقول له انه جاي وهيحكم العالم، وبيقعد يقول كلام غريب وبيقول له اني اخترت اكون خادم ليه والعياذ بالله. بعد كده بيهجم على الدكتور وبيبقى عايز ياكل فيه، لكن الحراس لحقوه. وبنرجع بقى لإيلين وبنشوف حالتها كل يوم بتسوء اكتر من اليوم اللي قبله، اصحابها مش عارفين يعملوا لها ايه ولا حتى الدكتور. والدكتور بيعرض على فريدريك انهم يروحوا للبروفيسور فرانز، وبنعرف انه فرانز دوت طرد من الجامعه بعد ما درس كتير عن السحر وما وراء الطبيعه، وان هو اللي هيساعدهم لانه شاكك في حاله إيلين وانها ملهاش علاقه ابدا بالطب. فعلا بيروحوا للبيت فرانز واتكلموا معاه عن حاله إيلين وعن نوبات الصرع اللي بتجيلها والهلاوس اللي بتقعد تقولها، وبيوافق فرانز فعلا انه يروح معاهم
علشان يشخص حالتها. بعد كده بقى بنشوف راهبة بتقرب على الشط، وبتشوف هنا توماس مرمي على الشط وبتاخده بقى للكنيسة. كل الراهبات اللي هناك بيبقوا رابطينه وبيقروا عليه آيات معينة وبيرشوا بالمية المقدسة. وبيفوق توماس وبيزعق وبيقولوا له إن الشيطان استحوذ عليك وإنك لو فضلت هنا الشيطان مش هيقدر يوصل لك. لكن توماس بيصر إنه يخرج وبيقول لهم إن الشيطان دوت عايز يأذي مراتي وإني لازم ألحقها. وبنروح يا عزيزي لوسط البحر وبنشوف هنا السفينة اللي نقلك كنت، وبيبقى قاعد في الصندوق عمال يقول تعاويذ ويكلم إيلين وبيقول لها إني قريب جدا هبقى معاكي يا حب عمري. وبنشوف بقى إن في واحد من السفينة بيتعب وبتبقى حالته بايظة جدا، وباقي الفريق هنا بيقولوا إن ده الطاعون وإننا لازم نرميه في البحر عشان محدش يتعدى. فعلا بيرموه بيخلصوا منه. السؤال بقى يا عزيزي، تفتكر إن ده طاعون؟ طب تفتكر إن لو طاعون فعلا بعد ما يرموا الراجل دوت الطاعون كده خلاص هيختفي؟ هنعرف الكلام ده قدام. المهم بنشوف فرانز راح يشوف إيلين، ولما راح شافها مربوطة في السرير وزعل لفريدريك وأمرهم يفكوها، وقعد يتكلم مع إيلين وبدأت تحكي له على كل حاجة بتحصل معاها وبتقول له إن نوبات الصرع دي من زمان جدا. في وسط كلامها معاه فرانز قال لها تنام ومتخافيش وأنا هفضل جنبك وهعالجك من كل ده. وفعلا إيلين نامت، لكن فجأة بيجي لها نوبة الصرع دي. فرانز بيقرا عليها ونوبة الصرع بتاعت إيلين بتكتر وبتبقى عدوانية جدا. وفرانز وسط قرايته للتعويذة بيأمر الشيطان اللي عليه إنه يكلمه، وفعلا الشيطان بيبدأ يتكلم وبيقعد يقول إن هفضل معاك في كل ليلة وإنك هتكون غارق في الدم والعالم كله هيصرخ من العذاب اللي هيشوفه وإن مش هيتبقى حد عشان يدفن الموت. بعد كده بقى بيخرجوا فرانز بيقول لهم إنها ملعونة وإن الشيطان العاشق لعينها لغاية ما ياخدها ليه، وبيقول لهم خدوا بالكم الشيطان ده مش سهل أبدا ولازم نلاقي طريقة نقدر إننا نبعده عنها. في الوقت دوت إيلين بتصحى من نومها على صوت حصان توماس وبتجري عليه علشان تشوفه، وتوماس هنا بيقع من على الحصان لأن حالته بقت صعبة جدا، وإيلين بتفضل جنبه علشان ترعاه. وبنتنقل للسفينة وهي وصلت للمدينة وبتبقى متدمرة ونازل منها كمية فئران كتيرة جدا. بيعرفوا إن دي سفينة الطاعون والطاعون كده خلاص هينتشر في المدينة كلها. وبنشوف نوكو هو مع الشيطان وعمال يترجاه علشان يبقى الخادم بتاعه، لكن الشيطان بيضربه، مش بيبقى فارق معاه أي حاجة غير إنه يبقى مع عروسته، طبعا عروسته دي إيلين. بعد كده بقى بنشوف أنا بتروح تطمن على توماس وإيلين بتتأسف لها على المتاعب اللي هم سببوها، لكن أنا بتقول لها كويس إنك رجعت لصحتك وإن الدكتور فرانز ده كان غلطان وإن كل اللي أنت كنت فيه دوت بسبب قلق وخوف على توماس. لكن إيلين بتقول لها إن كل اللي قاله الدكتور فرانز صح وإن هي عارفة من زمان إنها ملبوسة وعليها العاشق ده بسبب الكوابيس اللي بتجيلها، وإنها افتكرت بعد ما اتجوزت توماس مبقاش في حاجة وإنها بقت بخير. لكن أنا مش بتبقى مصدقة أي حاجة من اللي إيلين بتقولها لأنها مش مؤمنة بالكلام ده. وبنتنقل للمستشفى وبنشوف الدكتور مع فرانز بيكشفوا على حالة بيبقى باين عليها كل علامات الطاعون وعض الفئران على جسمه، بس الغريب بقى ان جسمه مفيهوش نقطة دم واحدة وبيبقى على جسمه عضة كبيرة. والدكتور هنا بيقول لفرانز ان مستحيل يكون الفك دوت فك فار، وفرانز هنا بيقول له ان ده الشيطان ووديني للزنزانة اللي فيها نوك. لكن الممرض بيقول له انه قتل ممرض تاني وهرب من المستشفى، والدكتور بيقول له اننا لازم نلاقيه فورا. في الوقت دوت بقى بنشوف الشيطان وهو بينشر الشر بتاعه على المدينة كلها، وبنشوف توماس وهو نايم مش قادر ياخد نفسه ومش طايق نفسه ولا طايق إيلين. وإيلين هنا بتسيبه وبتروح لأنا وبتقول لها ان انا هنام جنبك النهارده عشان جوزي مش طايقني. وبنروح لفرانز هو وفريدريك، وفرانز بيحاول يقنعه ان كل دوت مش مجرد طاعون عادي وان الشيطان ده كل غايته ينهي العالم وان المخلوق دوت هو الموت بعينه. وبيبقى فريدريك مش مصدق الكلام ده، مش مؤمن بوجود الاشباح والشياطين زي مراته، لكن فرانز بيأكد له بوجوده وبيقول له اننا لازم نعترف بوجوده علشان نقدر نخلص عليه. وبيقول لهم اننا بنواجه اخطر شيطان هو حامل الطاعون ومصاص الدماء واللي بيكون اسمه نوسفيراتو. يعني كده يا عزيزي 3 في 1، شيطان ومصاص دماء وحامل طاعون، يعني ده ما بيهزرش. لغايه هنا تمام حلو قوي. بنرجع بقى لإيلين وهي بتصحى من النوم وبتلاقي الشيطان ده قدامها وبيدور ما بينهم كلام، وبنعرف من كلام الشيطان انه فضل مئات السنين في قبره لغايه ما هي جت وحررته، وان هو بقى بيتعذب بيها. وبيقولها ان جوزك اتعهد ومضى على عقد بانه يتخلى عنك ليا مقابل كيس دهب، ايوه العقد اللي مضى عليه توماس على اساس انه يبيع له البيت. المهم الشيطان بيقول لها انك لو ما التزمتيش بالقسم ده وسلمتيني نفسك خلال 3 ايام، وان خلال ال3 ايام دول كل يوم هخلص على حد قريب منك لغايه ما اخلص على المدينه كلها، وان في الليله الثالثه ترجعي لي فيها وهقتل جوزك قدامك. وإيلين بتقول له اني ندمت على اللي عملته زمان واني مش هرجع لك ابدا. الشيطان اتعصب جدا وهددها تاني بانه هيبدا بصاحبتها انا وعيالها، وإيلين قعدت تتوسل ليه وانه ما يعملش كده لكنه ما اهتمش ليها واختفى. وبتصحى إيلين من الكابوس ده وبتلاقي انا واقعه على الارض والفئران بتاكل فيها،
تاني يوم الصبح بقى بنشوف المدينة كلها في حالة من الفوضى، والطاعون بينتشر بسرعة، وبتبقى المستشفى كلها مليانة مرضى، وإن معدل الإصابات كبير جدا لدرجة إن الدكاترة مش عارفين يساعدوا مين ولا مين. وبنشوف آنا بقى وهي في المستشفى وحالتها بايظة جدا، وعمال تقول كلام غريب زي آنا إن الدل هيقتلني، وإن جسمي بيغرق، وإن على طول شامة ريحة لحم معفن، وإن الريحة دي بتخنقني. وبتصدق هنا بقى بكلام إيلين وبتسألها عن الشيطان ده، لكن إيلين مش بترد عليها، وبتفضل واقفة ساكتة. ما هي هترد هتقول إيه؟ الشيطان دوت عشيقي؟ اكيد لا. بعد كده بتخرج هي وفريدريك وبتعتذر له على اللي حصل مع انا، لكن مع كل اللي حصل دوت فريدريك مش مقتنع بوجود الشياطين، وانه شايف ان كل ده بسبب السفينه اللي جت المدينه محمله معاها مرض الطاعون. وبيطلب من ايلين انها تاخد جوزها ويمشوا من البيت، لكن ايلين بتصرخ فيه وبتقول انك لازم تعترف بوجود الشيطان، واننا لازم نعمل حاجه علشان خاطر انا وتوماس، وانك لو ما عملتش كده كلنا هنموت. بعد كده بقى بنشوف الدكتور هو وفرانز في الأوضة اللي كان محجوز فيها السيد نوك، وفرانز بقى بيشوف الرسومات الغريبة اللي على الحيطة، ويفهم إن السيد نوك عمل اتفاق مع الشيطان، فبسرعة بيروح للشركة بتاعته علشان يدوروا على أي كتاب أو حاجة يقدروا يفكوا بيها التعويذة، لغاية ما فعلا بيلاقي تحت السجادة رسومات لطائفة اسمها السولوميناري ورموز أسرارهم. بعد كده بقى بنتنقل لإيلين وتوماس وهم خارجين من بيت فريدريك وبيوصلوا لبيتهم. توماس بيقول لها إننا لازم نبعد من هنا وإنك في خطر، وإيلين هنا بتحكي لتوماس عن كل حاجة، وبتقول له إن زمان كنت حاسة بالوحدة، وإني طلبت الحنان، وإن الشيطان اللي أنت شفته دوت كان عشيقي، بس لما أنت دخلت حياتي اتحررت منه وافتكرت إنه خلاص سابني في حالي، لكن لما عرف بموضوع جوازنا جه علشان ينتقم مننا. وتعرف ان كل حاجه حصلت لك وحصلت في المدينه ده بسبب انه عايزني ارجع له، بس انا مش موافقه ولا هوافق، وتقول ان عمري ما هرجع علشان يعني لسه بحبك. وتوماس بيسامحها وبيوعدها انه هيخلصها من الشيطان ده. بعد كده بقى بنشوف الدكتور فرانز بيقرا الكتاب اللي لقاه في مكتب السيد نوك، وبيفهم من الكتاب دوت ان لعنه الشيطان اللي في المدينه دي مش هتخلص غير بطريقه واحده بس، وان هي عشيته تفضل معاه لغايه شروق الشمس، وبكده يقدروا يخلصوا من لعنته. بعد كده بقى بنشوف انا بتصحى من النوم على صريخ بناتها وبتحاول تصحي فريدريك، لكنه ما بيقومش بسبب التعويذه اللي الشيطان قراها عليه. ولما بتروح للاوضه بتلاقي الشيطان بيشرب من دم بناتها، وبعد ما خلص عليهم راح عليها وانهى حياتها هي كمان. تاني يوم الصبح بقى بنشوف ايلين وتوماس في الجنازه بتاعت انا وبناتها، واول ما فريدريك شافها جرى عليها وعايز يخرجها لانه شايف ان هي السبب في كل اللي بيحصل ده، لكن توماس بقى حاول يهديه وقعد يقول له ان الشيطان دوت موجود واننا لازم نخلص عليه قبل ما يخلص علينا. وبنشوف بقى ان فعلا فريدريك اقتنع بكلام توماس، وهم في الطريق فرانز بيقول لهم ان الطريقه الوحيده اننا نقتل بيها الشيطان ده اننا نروح قصره ونفتح عليه التابوت ونقتله عند شروق الشمس، وبيتفقوا انهم هيروحوا الليله دي. بتنزل ايلين مع فرانز وبتقول له ان الخطه ديت مش هتنجح، واني عارفه ان انا الوحيده اللي قادره انقذكم منه ومن شره. والدكتور بيقول لها انا عارف ان مفيش غيرك هو اللي يقدر يعمل ده، بس ما كنتش حابب اقول الخطه دي قدام توماس لانه مش هيرضى، وبيقول لها اني هحاول على قد ما اقدر اخلي جوزك بعيد. بعد كده بقى بنشوفهم رايحين لفريدريك علشان يروحوا كلهم للقصر، لكن ما بيلاقوش فريدريك، وتوماس بيعرف انه راح لقبر عيلته، ولما بيوصلوا بيكونوا اتاخروا جدا لانه بيكون مات، فبيتجهوا للقصر. واول ما بيوصلوا بيفتحوا التابوت وبيتصدموا ان اللي موجود في التابوت دوت مش الشيطان، السيد نوك الخادم بتاعه، وبيقول لهم هنا ان مفيش حاجه هتقدر توقف الشيطان ده غير انه يبقى مع عشيقته. في الوقت دوت بقى توماس بيتصدم جدا من الكلام ده وبيسال فرانز الكلام ده حقيقي، فبيأكد له بيقول له ايوه كل حرف حقيقي، وان للاسف مفيش طريقه تانية. توماس بقى بياخد بعضه وبيطلع يجري على امل انه يلحق ايلين. وعلى الجانب التاني بقى بنشوف ايلين لبست فستان الفرح تقعد تستدعي الشيطان علشان يجي ياخدها، وفعلا بيجي لها وبيسالها بقى انت عايزه تبقي معايا بكل ارادتك ولا لا، فبتوافق ايلين وبتبقى كده مراته رسمي. لكن بعد شويه بقى الشيطان بيشرب كل دمها واكل من لحمها. في الوقت دوت بقى الشمس طلعت وبتموت الشيطان وبيبقى هيكل عظمي، واللعنه بتتفك من على المدينه كلها. في نفس الوقت بيوصل توماس وبيلاقي ايلين هي كمان ماتت بعد ما الشيطان شرب كل دمها، وكده يكون الشيطان مات ومعاه لعنته. وبينتهي فيلمنا لغايه هنا. اتمنى يا عزيزي يكون الملخص عجبك، ما تنساش تكتب لنا في الكومنتات تقييمك للفيلم، ما تنساش اللايك، ولو مش مشترك في القناه اشترك دلوقتي حالا علشان تشوف كل جديد. اشوفكم في فيلم جديد، سلام.